اما اقوم اعقم البيت كله لحسن ده ابتدى يزحف. سيبيه سيبيه ما تقلقيش، اهي كلها مناعه. كلنا كنا محسوكين ومحنتفين كده في اول بيبي، واما شفنا الفروقات بين تعاملنا في اول بيبي واخر بيبي، اول بيبي ده ايدك بتترعش وانت شايلاه، طمني على نفسه كل 5 ثواني، ده غير تجهيزات وصوله، كميه هدوم واكسسوارز مش طبيعيه واغلبها ما بيستخدمش اصلا، لعب وبتتعاقم قبل وبعد اللعب، وما ينفعش يحط حاجه في بقه ممكن يلقط امراض، بتركزي في كل التفاصيل مفيش تهاون. لكن في اخر بيبي بيجيلك خبره ومناعه، وبطمني نفسك بجمل زي سيبيه يلعب براحته، الهدوم الكتير ملهاش لازمه هيكبر عليها، نجيب البيجامه اكبر نمرتين عشان تقضي معاه الصيف كله، وشويه شويه تلاقي نفسك اتحولتي لنسخه مصغره من ماما مع شويه اختلافات يعني. على الرغم ان احنا بنختلف وبنتغير في مرحله الامومه، الا ان حبنا وطاقتنا لكل ولادنا لازم تكون واحده، ومكانتهم في قلوبنا ما تختلفش من واحد للتاني. واهم حاجه نحافظ على مشاعر الكبير لما الصغير بيجي، ويفضل برضو عليه العين لما يغيرش، نعلمه انه يحب اخوه الصغير ويكون مسؤول عنه. قولوا لي بقى في الكومنتس، اتحولتي امتى لنسخه من مامتك؟